من سنتين طقت في دماغي إن أنا أشتغل معالج لحالات المس والسحر. كان عندي واحد صاحبي اسمه الشيخ عادل، هو اللي حببني في الموضوع ده. بدأت أطلع معاه كده كام جلسة، وكنت بشوف حاجات بتشيب الشعر، بس بصراحة حبيت الموضوع، خصوصا إن أنا حسيت إنها مغامرة، وأنا بطبعي بحب المغامرات. المهم الكام جلسة دول اتعلمت منهم شوية حاجات وجمدوا قلبي حبتين، وساعتها افتكرت ان انا كده خلاص بقيت معالج. وفعلا اعلنت قدام الناس ان انا بقيت معالج، وبدأت اوزع ارقامي بحيث لو حد احتاجني ولا حاجة. اسبوع وواحد صاحبي اتصل بيا في نص الليل: الحقني يا عماد. خير يا سيد، في ايه؟ اخويا يا عم متحول علينا وعمال يكسر في البيت ويطلع اصوات غريبة، وبيشتمنا وبيهددنا انه هيموتنا، وبصراحة احنا مش قادرين عليه. مش انت قلت ان انت بتعالج؟ تعالى كده الله لا يسيئك، الحقه والحقنا قبل ما يحصل لنا حاجة. قلت له ما تقلقش، ثواني واكون عندك. طبعا انا كنت فرحان ان انا طالع لحالة لوحدي، وفي نفس الوقت خايف اول مرة، بس اتغلبت على خوفي ورحت لهم. اول ما دخلت البيت لقيت التلفزيون متكسر، وحاجات كتير في البيت متدغدغة، وناس كتير قاعدة في الصالة بتاعت البيت، وكلهم مستنيين البطل اللي جاي ينقذهم، ده اللي هو أنا. والأوضة اللي في وش الصالة الباب بتاعها مقفول، ورضا أخو السيد عمال يخبط ويرزع في الباب ويقول كلام مش مفهوم، وشوية يشتم وشوية يهدد. طبعا أنا دخلت بكل ثقة بقى، قلت لهم ما تقلقوش، خير بإذن الله. أنا بس عايز حد يفهمني هو في إيه. هو كان بيشتكي من حاجة قبل كده، ولا عمل حاجة غلط؟ رمى مية سخنة في الحمام، ولا قعد يغني؟ أي حاجة شبه كده يعني. قالوا لي لأ، ده هو فجأة بقى بالشكل اللي انت شايفه ده. قلت لهم طب ما تقلقوش، أقل من نص ساعة وكل ده هينتهي إن شاء الله. أنا بس عايز 2 3 صحتهم حلوة يدخلوا معايا علشان يمسكوه. كلهم بصوا لبعض ومحدش نطق. البشوات خايفين، هما بصراحة عندهم حق. الرضا ده لو شفتوه هيجيلكوا صرع، عامل زي ضلفة الباب وطلع له بني ادمين في دراعاته. كررت نفس الكلام تاني، بصوا لبعض وسكتوا. لقيت السيد اخوه قال لي تعالى انا هاجي معاك. قلت في دماغي انا هعمل زي ما الشيخ عادل كان بيعمل، هرسم دايرة وافضل اقرا في ايات معينة هتخلي الحالة ما تقدرش تقرب مني. وكده كده انا معالج اصلا، والجن اللي على الحالة اول ما هيشوفني هيخاف مني وهيبعد ومش هيقدر يقرب لي. المهم رحت باصص للناس كده بصة استهزاء، انه ايه يعني ولا يفرق معايا، انا مستعد ادخل لوحدي، خصوصا ان في ناس كتير بره، وده في حد ذاته هيبقى احلى دعاية ليا بعد كده. فتحت الباب وداخل وانا كل ثقة. اول ما دخلت ببص لقيت رضا رافع لوح خشب، ببص ورايا لقيت سيد اخوه شاف المنظر راح جاري بره وقافل باب الاوضه عليا انا ورضا. طبعا انا شفت المنظر كان هيجيلي سكتة قلبية، بس مسكت نفسي وشخطت فيه، قلت له ارجع لحرقك. لقيته برق لي وعينيه حمرا وبطق شرار، رحت راسم دايرة بسرعة ولسه هقرا لقيته داخل عليا بلوح الخشب. في لحظة نسيت كل القرآن اللي انا حافظه، وفضلت اقول له ارجع لحرقك، ارجع لحرقك. رد قال لي تحرق مين يا ابني، ونزل ضرب فيا لحد ما كسر لوح الخشب عليا. فضلت اصوت وازعق بقى على صوت عندي، وانادي على اللي بره واقول له ارجع لحرقك، ان حد من بره يلحقني. مفيش، لا حياة لمن تنادي. فضل يضرب فيا بايديه ورجليه، وان قومه ولا حتى اشتمه مفيش، لحد ما اغمى عليا. فتحت عيني في المستشفى لقيت ايديا الاتنين ورجلي الشمال متجبسين وكدمات في جسمي. وهناك عرفت ان الناس دخلت لحقوني بعد ما عدمني العافية، وان رضا ده طلع اصلا شارب مخدرات، واخد حبوب اسمها اباتريل، والحبوب دي بتغيب العقل وبتفصله عن الواقع نهائي. لا، وقال ايه، انا اللي كنت برسم له دايرة وبقول له ارجع لحرقك. الحمد لله من بعد ما خفيت
وانا الشارع بتاعهم ده لو معدي من عليه بلف من الناحية التانية علشان محدش يشوفني. حتى الشيخ عادل نفسه قطعت علاقتي بيه وحلفت ما انا شغال معاه تاني. انا مال انا ومال الشغلانة دي.